بجيب هنا عندي الجريل او اي طاسه عندكم تيفال ما بتلزقش، بنزل فيها بحوالي 3 معالق من الزيت. بجيب عندي الوراك المخليه اللي انا تبلتها معاكم، وبنزل بيها كده قطعه قطعه زي ما انتم شايفين. تمام، لغايه ما تاخد على كل وش كده حوالي 3 أو 4 دقايق، هتاخد لون حلو كده على كل وش. هوريهولكوا دلوقتي. لازم طبعا تاخد اللون ده قبل ما نحطها في الطاجن، هتفضل محتفظه باللون بتاعها، هتبقى من بره كده مقرمشه ومن جوه طريه جدا وجوسي. هوريها لكم دلوقتي ما تاخد اللون بتاعها. بصوا، هو ده اللون، هو ده اللون اللي احنا عايزينه. يعني على كل جنب كده 3 أو 4 دقايق لغايه ما تاخد بس لون. تمام، بفضل بقى كده اقلب فيها يعني على كل ناحيه كده زي ما قلت لكم 3 أو 4 دقايق لغايه ما تاخد اللون الحلو اللي هوريه لكم دلوقتي. بكون مقطعه البطاطس، بطاطس مقطعها مكعبات، وعندي هنا خضار، فلفل الوان طبعا لو متوفر عندكم احمر واصفر، بقطعهم مكعبات وبكون محضراهم. بصوا هنا الفراخ خدت لون حلو قوي كده كلها. بنزل بقى بالبطاطس اللي انا مقطعاها مكعبات، بكون برضو محضره الخضار جنبي، الفلفل الالوان لو متوفر، بس فعلا بيفرق في الطعم جامد. في قلب الطاجن كده برضو هياخد تشويحه مع البطاطس دي. بصوا انا نزلت بالبطاطس بتاخد تشويحه من الفراخ. بصوا شكلها ومنظرها.